جوهرة الإسكندرية التاريخية العملاقة قلعة السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي المحمودي الظاهري. راح تعرف ما لا تعرفه ونذكرك بما تعرفه. لو لفينا الدنيا مش هنلاقي زي جمالك يا اسكندرية. زيارة واحدة كفيلة بإزالة الهموم. اسكندرية فرحة عيد لكل منظرها، بدر الزمان وكل أوان، يا عيني على سحر جمالها ونظرة عيونها، أجمل صبية زي الحورية حتى في دلالها. اسكندرية ملهمة الشعراء والأدباء. اسكندرية عروس الماء يا خميلة الشعراء والحكماء لأحمد شوقي. اسكندرية بلد الأحرار، بلد الحرية، وعشقها في القلب نور ونار. الكلام ده ايه يا عبودي؟ ايوه، القايتباي الفيستيفال established by Sultan Qaitbay in 882 AH and 1477 AD. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا القلعة بتاعت قايتباي اتبنت في عهد السلطان قايتباي في 882 هجريا و 1477 ميلادية. ممكن نقروها تاني؟ Qaitbay Citadel established by Sultan Qaitbay in 882 AH and 1477. متعة. Yeah. طب تعال نشوف الكلام بقى مكتوب بالعربي فين بقى كمان. قلعة قايتباي أنشأها السلطان قايتباي عام أنا عربية. قلعة قايتباي أنشأها السلطان قايتباي عام 882 هجريا و 1477 ميلاديا. قلعة قايتباي أنشأها السلطان قايتباي عام هجريا 882 هجريا ميلاديا 1477. حلو. طبعا احنا هنخش بعد كده نعمل لكم فيديو من داخل القلعة، انتظرونا ان شاء الله. من قلب التاريخ راح نحكي حكاية أعظم سلاطين مصر، راح نحكي حكاية الحاكم العظيم ده وأسعار التذاكر. خليك معايا لنهاية الفيديو وبلاش ضيع على نفسك متعة المشاهدة وأهمية المعلومة، ويلا بينا نحكي الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم على قناة عبودي فلوكس. جولة جديدة عن قلعة قايتباي بالإسكندرية، لكن عن شخصية السلطان العظيم الذي بنى القلعة، ولمحة سريعة عن شخصيته وحكايته إيه. ولد سنة 815 سنة 1414 ميلادي، وكان من المماليك، واشتراه الأشرف برزباي بمصر، وكان صغيرا جدا من الخواجة محمود باشا سنة 838 بمبلغ 25 دينار، وكان محارب بارع وشجاع حتى نصبوه بعد ذلك لحكم مصر. من يفقد أخلاقه يفقد قوته، ومن يفقد قوته لابد أن يفقد وطنه. عقيدة الشعب الشركسي، وهي شركسيا البلد الذي ولد بها قايتباي، وهي من دول القوقاز، الغالبية العظمى منهم مسلمين، كانوا يمتلكون شجاعة المحارب حتى وصلوا إلى قمة هرم السلطة العسكرية، إلى قمة هرم السلطة العسكرية. لحد وقتنا هذا في دول كتيرة جدا وحكام بيستعينوا بيهم لحد وقتنا هذا في الحرس الشخصي بتاعهم. في دولتي الأيوبيين والمماليك، وهم لا يهابوا القتال للدفاع عن أرضهم. أثناء حربهم مع روسيا التي سميت بحرب 100 عام من سنة 1763 ل 1864، حرب طاحنة بين روسيا وبين المقاومة الشعبية الشركسية، ولم تتمكن روسيا من كسر شوكة المقاومة الشعبية. وبعد قتل نصف مليون شركسي والتهجير العرقي إلى الدولة العثمانية، كان من ضمن المهجرين هو السلطان قايتباي، وكان صغير جدا حتى صار السلطان أبو النصر الأشرف قايتباي المحمودي الظاهري هو حاكم مصر، آخر سلاطين المماليك العظام. كان عمره لما جه حكم مصر 55 سنة.
بنى قلعة الأنفوشي وقلعة أخرى برشيد لحماية مصر من القراصنة الإيطاليين وهجمات الصليبيين على اسكندرية. حب اسكندرية جدا وعمل لها حاجات كتيرة جدا، وبنى القلعة على مساحة 1750 متر مربع، والبناء كان على 150 متر ومكون من 3 طوابق. احنا النهاردة هنتكلم عن شخصية قايتباي، لكن القلعة هنصور لكم فيديو تاني ان شاء الله من داخل القلعة بعد التطوير، لان الحالة اللي انتوا شايفينها دي في مرحلة التطوير لسه يعني. المهم ان القلعة اتبنت على 150 متر ومكونة من 3 طوابق، وكان يمتاز هو بقى، احنا بنتكلم عن شخصيته، كان يمتاز بصفات شخصية قوية جدا. كان عنده نزعة صوفية دينية، وكان بيحضر حلقات ذكر او اي مجلس علم فيه شيوخ يضم مشايخ، وكان بيتكلم عربي كويس غير اللغة الشركس، وكان قارئ شغوف ومتطلع للعلم ومتواضع، وكان يقبل يد علماء المشايخ، ونشيط جدا في زيارة مدن مصر، ونادرا ما يجلس بالقصر غير في أوقات الرسميات فقط، وكان يرد مظالم الناس ويعطيهم حقوقهم، وبسيط جدا، ويمشي في الشارع بدون حرس ماشي في الشارع بدون حرس. وبنى كثير من الجوامع والتكيات والكتاتيب والمدارس والأسقية التي يشرب منها الناس. شوفوا قد ايه الراجل كان عظيم، عمل كتاتيب وعمل مدارس، يعني هو اللي بدأ قبل محمد علي في بناء مصر يا جماعة. يعني هو ليه أثر تاريخ كبير قوي في الحياة في مصر. عمل أسقية التي يشرب بها المصريين، يعني يشرب بها الناس، وأشهرها كان جامع قايتباي المرسوم على الجنيه المصري حتى الآن. وجدد عمارة المسجد النبوي في المدينة المنورة بالسعودية، وكان يمشي في الجنائز، وهو أعظم سلطان جاء إلى مصر التي حبها وصنع فيها بما لا يصنع، حتى أثر على الحياة الاجتماعية المصرية، ومات وعمره 85 سنة، يعني حكم مصر حوالي 30 سنة، ودفن في قرافة المماليك بمصر. يعني بنقوله قد ايه الراجل ده كان عظيم جدا، يعني ليه حكايات جدا كبيرة وليه نوادر كبيرة جدا. يعني سمع في يوم ان الحارس بتاعه وقع من فوق القصر ومات، فحضر الجنازة بتاعته، وهو في اثناء الجنازة عرف ان هو كان مخمور اثناء الحراسة، فساب الجنازة ومشي بمجرد بس انه عرف الراجل ده كان مخمور. يعني قد ايه الراجل ده كان راجل ديني، يعني وما كانش بيحط يعني ضرايب وحاجات كتير على المصريين، وكان يعني شغوف بحبه لمصر، وكان بيحب مصر كتير قوي، وعمل لها كتير جدا، وكان بيحمي مصر لما شاف اسكندرية فيها هجمات من الصليبيين وهجمات من القراصنة. ومصر طبعا اسكندرية كانت عبارة عن شاطئ كده ورملة كتيرة كده تبلك ايه زي الصحراء كده، بس فيها زي غابات زي المنتزه وزي انتونيادس. اسكندرية بلد يعني يحبها جدا، مش العلماء بس ولا الأدباء بس، لا حتى الحكام، يعني الحكام اللي جم حكموا غير مصريين عملوا فيها كتير. يعني قد ايه مصر جاذبة، قد ايه مصر محبة، قد ايه مصر اللي بيجي مصر بيحس كده ان دي بلده، ان ما بيحسش بيها في غربة. اسكندرية بلد عظيمة، بلد الأحرار، بلد يحبها الكتباء والأدباء. واحنا نجيب لكم وهنوعدكم بفيديو داخل القلعة تعرضت لزلازل كتيرة جدا، وإن القلعة دي اتبنت مكان الفنار القديم، كان بيتقول عليه فنار الفراعنة، لكن هو الفنار القديم. لما حصلت زلازل وكده بنى
هو القلعة عشان يحمي المينا ويحمي اسكندرية من هجمات وقراصنة الصليبيين اللي كان بيجوا عليها. والراجل يعني كان بنى واحدة تانية زي دي كده في رشيد، زي ما انا قلت لكم في الاول، يعني بنى القلعة دي وبنى قلعة تانية في رشيد، بس دي اكبرهم واعظمهم لان دي عملاقة. يعني احنا لما ندخل لكم ان شاء الله فيديو تاني هنوريكم طريقة المحاربة كانت ازاي. كان من ضمنها بيحط مراية كبيرة كده بتجمع الشمس، مراية مقعرة بتجمع الشمس، والشمس بتتجمع كده في نقطة معينة وتيجي على المراكب تحرقها. يعني مصر صنع، الراجل ده صنع حاجات كتيرة جدا، وحب اسكندرية وحب مصر وأثر على الحياة الاجتماعية في مصر. فبصوا يا جماعة، ده وقت التطوير، يعني لسه القلعة بتتطور. حتى أنا جبت لكم فيديو قبل كده وبوعدكم بفيديوهات تانية على القلعة. جبت لكم فيديو قبل كده وريتكم قد ايه اسكندرية جميلة جدا، وان شاء الله هنوعدكم بفيديوهات تانية احلى واحلى. ومن داخل القلعة اللي احنا شايفينها دي هنعمل لكم فيديو حلو جدا واوعدكم بكده. بس مستنيين منكم فضلا دعمكم بلايك او شير او سبسكرايب، اي حاجة، يعني بحيث ان احنا نحس اننا متفاعلين معاكم وانتم متفاعلين معانا، وانتم اللي بتشجعونا ان احنا نعمل فيديوهات تانية. احنا بنتعب من اجلكم. بصوا يا جماعة، بصوا دي الملاية اللف اللي قدامكم دي الملاية اللف الاسكندرانية المشهورة. فالشباب، وهنبدأ معاكم بفيديوهات جديدة عن القلعة، واحنا حتى الآن ان شاء الله نبدأ مع بعض. محمد دي طبعا الأسعار. زائر مصري عربي 60 جنيه، طالب مصري عربي 30 جنيه، نبي فيزيتور 150، ستودنت 75. هناك الدفع باستخدام البطاقة الإلكترونية برجاء الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الزيارة. استخدام كاميرا المحمول مجانا. الموقع مفتوح طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 إلى الساعة 8. يلا. عدم السماح لمن هم دون السن 16 دخول المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وأجازة نصف العام الدراسي، إلا لحامل إثبات رسمي للشخصية أو يكون بصحبة ولي الأمر أو مرافق يحمل إثبات رسمي للشخصية. دخول مجانا للفئات التالية: أطفال 6 سنين، كبار السن 60، ذوي الاحتياجات الخاصة. اتصل بينا على الرقم ده. طبعا ده بالانجلش. الفيزيتور 150. Ticket and visitors is a student. Please keep your text all the time during your visit. Photography with mobile phone. Tickets visitors 150 and student 75. Pay with electronic cards. Please keep your tickets all the time during your visit. And photography with mobile phone is free of charge. Photography with mobile phone is free of charge, okay? Opening hour every day from 9 p.m. and to 8 p.m. Ticket office closes at 7:30 p.m. Free entry, children under 6 years. So it's for free. شكرا على الترجمة يا بوتشي. الترجمة جنبك اهي. أنا قلت بالعربي. مع الترجمة أنت قلتها. وأنت ترجمت بالإنجليزي. يا رفيق يلا بينا. فاضل دقيقتين اهو. بكره بقى.